البنات كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده واحوال جيده ان شاء الله. الرحمن الرحيم. كي دايرين مع هذا البرد، كي دايرين مع هذا السمره، نتمنىكم يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، تبعونا يتبعكم بخير. واحد لايك، واحد كومونتير، واحد تشجيع منكم فضلا وليس امرا. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. باي باي. غنبداو بواحد الحلوه اللي غتكون زوينه وسهله، سميتها لاكاليت. فريمون ما كتسهل زعما، ما كتهزش بزاف ديال ليزانغريديون. المهم غادي نحتاجو فيها 2 بيضات، غادي نحتاجو فيها فاني، غادي نحتاجو فيها القشور ديال الحامض، غادي نحتاجو فيها تقريبا شي 3 اونط ديال الطحين د الحلوه، غادي نحتاجو فيها 2 خمارات الحلوه، غادي نحتاجو فيها كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت حتى هو. كاس ديال سنيده ما يكونش عمر بزاف، ما تجيناش حلوه بزاف. وغادي نحتاجو فيها شويه ديال، هنايا درت شويه ديال بيضه وحده كامله، درت معها شويه ديال الكاكاو وشويه ديال الحليب وصافي. خلطتها كامله مزيان وزدت معها 2 معالق ديال العسل. البنات ما تقوش سنيده لان ديجا غادي نديرو فيها العسل. ففريمون هاد لاكاريت هادي او ديواز ديال اتي كيجي زوين بزاف وما كتهش لي زانغريديون بزاف وكتكون سهله، يعني ما كتطلبش بزاف ديال الوقت وكتجي زوينه وكتوفر. فمثلا هاد الزلافه خرجت لي تقريبا شي 36 حبه. يلاه معنا باش تشوفوا الطريقه. اول حاجه غادي نديرو البيض، غيكون ديجا مغسول وغادي يكون بحراره ديال المطبخ. غادي نديرو هو الاول. كي كتشوفوا البيض كبيره، البيض كبير شويه تقريبا راه 3، عندكم البيض صغير ديروا 3. المهم على حسب العبار نتوما اللي عندكم. وهنايا غادي نزيد من بعد البيض غادي نزيد فانيا وحده. الا كان عندكم المقادير يعني كثار بزاف فهنايا دوبلوا الحاجه، ما كانش عندكم كثيره بزاف فديروا غير هادشي اللي درت انا. وهنايا فانيا كاس ديال سنيده. الا ما كانتش فانيا ماشي مشكل، ديروا غير سنيده، غير نتوما ما تقويوش سنيده لان ديجا غادي نديروا 2 معالق كبار ديال العسل. ما بغيناهاش تجي حلوه، سورتو الناس اللي ما تياكلوش السكر. والسكر اون جينيرال ما خصناش ناكلوه بزاف، وهذا راه صراحه راه مضر بالصحه. وهنا غادي نزيدو كاس ديال الزيت وغادي نحرك داكشي مزيان. نزيد عليه شويه ديال المليحه ضروريه البنات، وغادي نزيد عليه شويه ديال القشور د الحامض ضروري. وغادي نخلط معكم. فريمون هاد الوصفه هذه كتجي زوينه بزاف سهله وما كديرش الوقت. وغادي نزيد شويه ديال العسل وتبعوا الطريقه. نتمنى ان شاء الله ان الاعجاب ديالكم. مازال جايين بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي تشوفون فيهم واحد المفاجاه اللي واعره بزاف. وهاد الحلوه هذه فهي تحضيرها لواحد المفاجاه اللي غادي تكون ان شاء الله على الطريق. وهنا غادي نزيدوا شويه ديال المليحه وغادي نخلطوا داكشي مزيان حتى يتجانسوا لينا المقادير كاملين. وعاد غادي نزيدوا داكشي الاخر. كي كتشوفوا البنات هنا راه ما عنديش زعما المقادير بزاف ولا هذا. هاد الحليوه هذه كتجي سهله دواز اتاي، ولا عندكم مثلا شي مناسبه اونتر فامي ولا هذا زعما تحطوا بها تعاونوا بها. مازال ان شاء الله غادي ندير بزاف ديال الحاجات. غادي ندير واحد الكيك حتى هي غادي نصورها معكم. غنقاد واحد فلونطه وان شاء الله باذن الله نصورها معكم. نتمنى ان شاء الله هاد السنه هذه تدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطول العمر وباش ما كتمناو يا ربي يا الحبيب. وخليو معكم لي لايك لي كومونتير ديالكم. وبديناها ان شاء الله الحمد لله. بدينا هاد السنه هذه بديناها بالحلوه. فالله يخلي ايامنا كلها ان شاء الله حلوه. فهنايا غادي نخلط داكشي مزيان. خلط بيدي، راه ما يمكنش ما نخلطوش بيدينا، راه اليدين هما اللي كطلع فيهم الحاجه الحلوه والحاجه زوينه. فانا غادي نبقى نخلط مزيان كي كتشوفوا حتى نحس بداكشي تجانز مزيان. وعاد غادي نزيد الاخر. ما درت لا كاس الحليب لا والو. هنا ماما كتزيدني شويه ديال الزويته حتى شي حاجه ما خصها تضيع وصافي. وغادي نبقى نحرك داكشي مزيان حتى يتجانز بعضياته. وممكن ديروا نتوما المعلقه ولا هذا، ولكن من الاحسن ديروا الطراب اليدوي حسن هو هذا. المهم غادي نبقى نحرك مزيان. عاد غادي نزيد ديجا نزيد الطحين راه ديجا كيكون مغربل. الطحين الحلوه تيكون زوين. وغادي نزيد 2 خمارات. وهنا كي كتشوفوا البنات راني كنحرك فيها مزيان. وشوفوا لا تيكستور ما جاتش ثقيله بزاف وما جاتش خفيفه. ومازال غنزيد نحرك فيها مزيان نخدمها مزيان باش ملي ندير الطحين يقدني داكشي وما يجيش داكشي زعما ما هواش. المهم راه هاد غير 2 بيضات تبارك الله راه داروا ليا بزاف ديال الحاجات. وهنايا البنات غادي نزيدوا الطحين تدريجيا. ماما كتزيد لي الطحين شويه بشويه ونبقى نخلط. عينكم ميزانكم. انا ديروا 400 غرام ديال كيف قلت لكم ديروا 400 غرام ديال الطحين. وانتم في الاخير الا جاتكم لا تيكستور زعما مازال محتاجه الطحين فزيدوا شويه ديال الطحين وبقاو. ما هي كتزيد لكم الطحين وانتم كتجمعوا داك الطحين على ما يتجمع لنا العجينه وتخرج لنا العجينه. ما خصهاش تكون قاصحه بزاف تكون مرطبه، حيت الا زدتوا الطحين بزاف راه غادي تقصح لكم العجينه. فهنا غادي نبقى نزيد الطحين بشويه حتى تجمع ليا العجينه، ولكن ما تكونش خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه. الصراحه خدمتها مزيان وزدت 2 خمارات صافي. الا كنتو غادي ديروا الدوبل ديال الطحين 400 غرام فزيدوا الخمارات. راه عينكم ميزانكم. هاد الحلوه هذه ديال لاكاليت الصراحه كتخدم بعينكم ميزانكم. وتبقاو تجمعوا مزيان كيف قلت لكم قبيلاتي حتى تقادوا العجين.
من بعد البنات ما عجنتو هذاك الشيء. شوفوا ها نتوما العجينه كيف كنقيسها كتكون رطيبه ما قاصحاش بزاف. الا زدتوا الطحين كيف قلت لكم راه الطحين غادي يزيد يقصحها بزاف. وشديت البابي كويسون ودرت عليه شويه ديال الزبيده وشويه ديال الطحين، وغادي نبقى نشكلها على شكل دوائر، وغادي نحطها فوق الطاوه ديالي ونخليها. ما غاديش نشعل الفران قبل، نخلي ندخلها على الفران بارد ونخليها طيب من التحت ومن الفوق، وغادي نخرجها. درت البنات على هذا الشكل هذا على شكل دائري، وعمرت داك الطاوه ودرت تقريبا هاد العجينه هذه خرجت لي 2 طاوات. فريمون ما كتحشمش هاد العجينه هذه وكتخرج لك بزاف ديال لي كونتيتي. هذه هي الحليوه ديالنا. شوفوا داك هذاك انا درت تقريبا كيلو الا ربع ديال الطحين. شوفوا راه كيعطي ما شاء الله. ودابا هذا شديت هنايا عندي بيضه كامله، درت معها شويه ديال الخل، درت معها الكاكاو، ودرت معها شويه ديال الحليب، وغادي نقاد بها. ها نتوما البنات غادي نحط الفوغشات فيها ونقاد بها. ها نتوما خليكم معايا تشوفوا الطريقه. حبيبك دابا يولي انا وهلا لا. قولي علاش كتبكي، قولي علاش كتبكي، حبيبك دابا يولي. من بعد البنات لاكاليت ديالنا غادي ندوزو للقامه ديال الدجاج. فالحمد لله الخير ديما موجود، وديما ان شاء الله يا ربي يعطينا في المناسبات زوينين ويخلينا ديما فرحانين. ومع هذا العام الجديد ان شاء الله يا ربي ما نشوفوا غير حاجه زوينه حنا وجميع المسلمين. فغادي نبداو بالقامه ديال الدجاج اللي غادي نحتاجوا فيها الخرقوم. واخا الخرقوم هذا ماشي صحي، غادي نحتاجوا فيها شويه ديال البزار، شويه ديال الهريسه هذيك، شويه ديال الخرقوم حتى هو البنات، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البرقوق، هذه العطريه ديال الدجاج وديال اللحم مخلطه، شويه ديال الزيتون، شويه ديال الحامض، شويه ديال القزبر بعدنوس، وشويه ديال الزيت. ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله، يتمنى انه ينال الاعجاب. دابا غادي نشرملو. هنا كاين 9 ديال الدجاجات تبارك الله ما شاء الله. المهم عندنا واحد المناسبه غادي تعرفوها ان شاء الله من بعد. الدجاج تبارك الله فيه 2 كيلو ونص. المهم هذه الاقامه ديال الدجاج. المهم راني صورتها معكم من بعد، صورتها معكم قبل، فكنصور معكم كل مره بالتليفون، داكشي علاش كتكون الكاليتي هابطه. المهم هذا هو الدجاج. كاين 9 دجاجات. هاد الدجاجه الاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه، هاد الرابعه، هاد الخامسه، هاد السادسه، السبعه، هاد 8، هاد 9. تبارك الله الدجاج جبناه كبير مغسول، غسلاتو ماهم بالحامض والملحه وعاودت شلاتو. فريمون ما فيه حتى شي، ها نتوما ما فيه حتى شي شعره. المهم دابا غادي ندير له شرموله. غادي نديرو هذا القزبر هذا كنشدو كنديرو في الهاشوار، ودابا غادي نخليه حتى يتطلق، وعاد غادي نديروه في الدجاج باش نشرملوه مزيان. هانتوما مستفاتو هنايا. المهم من استفاتو غيتكثر باش تحيد له هادو من الجنيوحات هادو غادي يتحيدوا، حيت كاين اللي اغلبيه ما كيديروش هاد الجنيوحات. المهم كديرهم في التغميره. وهذه البنات هي ديال القنيصات، كبيده، القليب. المهم حتى هي غادي تغسلهم ماما وتقادهم وتديرهم. المهم البنات هنايا الاقامه ديال الدجاج. هنا درنا 2 كنور ديال الدجاج ديال اللحم، هنا درنا 2 معالق ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم ديال الكاغيط، درنا هنايا تقريبا فصوصه كامله ديال الثومه، وهنايا درنا الخرقوم، درنا معلقه ديال البزار شويه، ودرنا هنا مليحه. ودابا غادي نزيدو هاد الحامض غادي نحكوها. وهنايا راه القزبر، هاد القزبر هذا ديجا راه كان في المجمد، ودابا غادي نزيدو هنايا، وغادي نزيدو شويه ديال التحميره.
وضروري شويه الهريسه البنات ماشي تحميره، ضروري غادي نزيد شويه الهريسه. وهنايا البنات شويه ديال الملحه، وهذه شويه ديال الهريسه، وغادي نحكو هاد الحامضه مصيره. طيب هاد المره ما غاديش يكون في دارنا حنا غير قادين هذاك الشيء وهذا، فهاد الذبيحه وبزاف ديال الحوايج غادي يكون في دار واحده اخرى. نتمنى يا ربي هاد المناسبه تدوز بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي ديما تكون المناسبات عندنا في. المهم هنا الدجاج راه تشرمل وتحط غادي يترقد، نخليو حتى لغد لي الصباح باش غادي نديوه معنا. وهنايا الكنيسات وداكشي ديال التغميره، شويه ديال الكنيسات، شويه ديال الكبيده، شويه ديال الجناوح، حتى هما غادي نديروهم في ملقامه وغادي نديروهم في طاسه ونخليهم مع الدجاج على الجنب. ما غنخشيونا في الثلاجه لا حتى شي حاجه لان الحال دابا بارد. فريمون هاد الطريقه هذه ديال الدجاج ملي كطيبوها كتخليو داك اللقامه بيته فيه، فريمون كيعطي واحد المذاق واحد الكو انكرويابل الصراحه. البنات جربوه وما غاديش تندموا هاد الطريقه. البنات هادو هما الكنيسات القليب الكبده. المهم ماما كديرهم في الترميله ديال الدجاج، ماشي في الترميله، في التغميره دير معاهم البصيله وداك الشيء. وهذا هو الدجاج ديالنا البنات. هنا كاينين 9 ديال الدجاجات، دونك هادو غادي نصدوهم في الطاسه وغادي نديروهم هنايا. البنات هادو هما الحليوات ديالي اللي درت. المهم دابا غادي نحطهم في هاد الطاسه. درتهم لواحد المناسبه واحده اخرى ان شاء الله غادي نصور معكم كلشي، ماشي المناسبه ديال غدا، المناسبه ديال غدا بوحدها، وهذه ديال هاد الحليوه وداك الشيء بوحدها. شوفوا راه قاسوها ليا الدراري. المهم راه فريمون زوينه بزاف، وما غادي نحيدها باش مطرطاب ليا زعما ما تبقاش ليا قاصحه. الا خليتها هنا غتقصح ليا. قال لي هذا ما خصكمش تخليوه يطيب بزاف باش ما يتحرقش لكم، خص تجي بحال هكا وبحال هكا. المهم انا درت واحد فيه شوكولا وواحد فيه عادي. هذه هي الحلوه البنات. المهم حنا راه عاد شي جبناها نحلها ونرجع معكم. المهم هذه هنا كاينه هاد الحلوه هذه ديال اللوز، وكاينه هاد الحلوه هذه ديال السكر كلاصي، وكاين الفقاص. وهنايا نفس الحاجه كاينه هاد الحليوه هذه. المهم هنا هادو هما الحليوات. هانتوما البنات هذه بالكاكاو، هذيك عاديه بالسميده، وهذه ديال اللوز. وبخصوص الحشيوه ديالنا البنات هنا غادي نديرو سباكيتي. اول حاجه غادي نطيب الماء، غادي نخليه حتى يغلي مزيان، نزيد فيه شويه زويته بلديه وشويه ديال الورق الرند او ورقه سيدنا موسى، وغادي ندير هاد سباكيتي هذه ديال امغاليطا. فريمون حتى هي زوينه بزاف. نخلي الماء حتى يغلي على خاطرو وعاد نزيدها فيه، نخليها تسلق على خاطرها، ونخليها مع داك شويه ديال المليحه، شويه ديال الزويته وشويه ديال ورق سيدنا موسى. ومن بعد على جنب نحضر واحد المقيله ندير فيها شويه ديال الزويته ونخليها حتى طيب في داك الزويته. عاد نزيد عليها الثومه. فريمون البنات هاد السباكيتي هذا بصوص طوماط كتجي فنه. سمعوا السويات ديال الثومه كتجي فنه، وداك الثومه خليوها تاخذ اللون مزيان، حيت داك الحريقه ديالها هي اللي كتعطي لوغو تعطي النسمه. المهم هنايا راه دغيا كتحرق دغيا تعطي زعما اللون وصافي. هنايا نتوما كتشوفوا عطاتنا اللون، وغادي نزيد عليها 3 ديال المطيشات راه محكوكين. ومن بعد المطيشات غادي نزيد عليها لقامه، شويه ديال المليحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار. وهنايا حك مطيشه حتى هو غادي نزيدو عليها. من بعد البنات غادي نزيدو كفيته حتى هي راه فيها ديجا لقامه، ونحرك داكشي مزيان. عرفتي البنات راه كتعطي واحد النسمه غزاله. شوفوا سباكيتي ديال هذه هي السباكيتي ديالنا، فريمون تجي زوينه بزاف. المهم كاين اللي كيديرها بصوص بلونش وكاين اللي كيديرها بصوص طوماط. المهم انا درتها بصوص طوماط، راه فريمون واعره. المهم الطريقه صراحه راه سهله، ولكن راه كتجي بنينه راه مازال سخونه. غنحطها في البصيل ونقادها، ندير فوق الفرماج والمورتاديلا ونرجع لكم. هذا هو الطبيسيل البنات، فريمون كيجي زوين. المهم فوق الكاشير كيجي واعر. كفيتها هي كتجي على هذا الشكل هذه، ما كنكورهاش، كنحطها كيف ما هي وكنقادها صافي. المهم هذا هو الطبيسيل فريمون زوين بزاف.